ما ينفعش تلوم حد على قلة أصله. هتقول له إيه؟ هتقول له هو أنت غدرت بيا ليه؟ هتقول له هو أنت ما صنتش العيش والملح والعشرة ليه؟ تعتقد هيقول لك عندك حق أنا آسف هاروح أتربى وأجي لك من تاني؟ أكيد لأ طبعًا، مش هيقول لك كده. خلّي بالك هو عارف إن نَفْسه كويس جدًا إن هو قليل الأصل وندل وعاجبه على كده، والمصيبة إن هو فاكر نَفْسه صح وبيلاقي لنَفْسه 100 مُبرر وعُذر. طَب تقول له عيب عليك إنك اتكلمت عليَّ في ضهري، عيب إنك قُلت كلام مش فيّا، كلام كلّه افترا وكذب، وكل كلمة أنت قُلتها وصلتني وجات لي لحد عندي. تعرف إنه لو وعملت كده تبقى بتقلل من نَفْسك، لإن قليل الأصل لمّا تعاتبه بعد دقة النقص وقلة الأخلاق اللي عملها فيك هيخلّيه يوجعك ويهينك أكتر وأكتر. اللي بيقلل بيك اللي بيقلل بيك في الفعل بالتأكيد هيقلل بيك في العتاب. الشخص ده عنده نقص وبيعوّضه نقصه بإنه يجيب في سيرة ده وسيرة ده، ومتعود إن هو يجرح الناس اللي أحسن منه. فما تزعلش نفسك خالص ولا تشغل نفسك بيه. الشخص ده ما ينفعش أبدا تعاتبه ولا تقلل من نفسك معاه، لكن ينفع إنك تحترم نفسك وتبعد عنه وتتجاهله تماما. بس في نفس الوقت اتأكد إن هو استحالة يتجاهلك ويسيبك في حالك أبدا. أصل حرقة قلبه منك ومن نجاحك وإحساسه بالقلة ناحيتك هيخليه يموت ويشوفك مش كويس ويشوف حياتك بايظة زي حياته، وهيفضل يعيد ويزيد ويجيب في سيرتك.